تحولت فرقة أمنية إلى مقر سكن رجل الأعمال كمال الطيف السبت بحضور قاضي التحقيق لتنفيذ بطاقة جلب صادرة ضده في قضية التآمر على أمن الدولة. المكان شهد حضورا كبيرا لقوات الأمن التي طوقت المكان من كل الجهات، فيما كان رجل الأعمال قابعا في سيارته رافضا الخروج بعد دهسه عون أمن نقل على عين المكان إلى المستشفى بمنطقة المرسى. قوات الأمن غادرت المكان دون إلقاء القبض على كمال الطيف وسط حيرة واستغراب الحاضرين من مجريات المداهمة الأمنية.